كوالالمبور، المدينة اللي هتاخدك من تحت الأرض لفوق السحاب. فيها هتشوف كهوف باتو المحفورة في صخور عمرها أكتر من 400 مليون سنة، واللي هتوصل لها بسلالم ملونة عليها شوية مراقبين جودة كده. عشان تلعب معاهم لازم ياكلوا كل الأكل اللي معاك. ولو نفسك تزور جنة صغننة على الأرض يبقى مش هتلاقي أجمل من جنينة الفراشات، واللي هتلاقيهم طايرين حواليك في كل مكان علشان يلونوا أي صورة هتتصورها معاهم. وطبعا مش هنسى البنات اللي ما يقدروش يستغنوا عن السبا. جايبالكم سبا جديد من نوعه، أول مرة هتجربوه في حياتكم، وهو سبا الزغزغة أو فيش سبا. هتحطي رجلك جوه حوض سمك وتسيبيه هو يقوم بالواجب، وهيعملك أحلى باديكير، بس هيبقى يا نهار ضحك وزغزغة. والحقيقة ده مش دور السمك الوحيد في الرحلة، لأنك هتزور واحد من أكبر الأحواض البحرية في آسيا، وهو كوالالمبور أكواريوم، واللي هيكون فيه كل أنواع السمك حواليك من كل اتجاه، كأنك بالظبط ضربت غطس جوه البحر بس من غير ما تتبل. لكن بقى لو بتحب البلبطة فده ميعاد زيارتك لواحدة من أجمل وأكبر الملاهي المائية في آسيا، وهي سانواي لاجون، واللي فيها هتقضي يوم مع أصحابك وأسرتك تجربوا فيه كل أنواع الألعاب المائية اللي بتحبوها واللي عمركم ما جربتوها. وطبعا مفيش رحلة هتكمل لماليزيا من غير رحلة لجزيرة لانكاوي، واللي فيها هنستمتع بجولة بحرية بين الغابات والكهوف، وكمان هنشوف الجسر السماوي ومحمية النسور، وممكن كمان نركب الأفيال ونجرب أجمل أنواع الفاكهة الآسيوية، واللي أكيد مش زي أي نوع فاكهة في العالم. بس هو احنا هنفضل طول عمرنا في المية ولا ايه؟ اكيد لا. يلا بقى بسرعة نطلع شوية فوق السحاب ونركب التلفريك علشان نروح مرتفعات جينتينج. الرحلة نفسها ممتعة جدا، هنوصل لها واحنا بنتفرج على جمال كوالالمبور وغاباتها الخضراء من السماء. واول ما نوصل لمرتفعات جينتينج هتتفاجئ بمدينة كاملة متكاملة فوق السحاب، فيها كل اللي تتخيله، ملاهي واسواق ومولات وكمان مطاعم، وتقدر تعيش يوم من الروقان وانت بتتفرج على جمال الدنيا من فوق. لكن لو عايز تتعرف على أصل الشاي يبقى مش لازم يفوتك جمال مرتفعات الكاميرون، واللي هتلاقيها مليانة بمزارع الشاي والفراولة وكمان اللافندر. وكمان هنقدر نجرب أنواع مختلفة من المربى والشاي والعسل واللي بتتميز بيهم البلد. ومع كل الجمال ده واللي هنستمتع بألوانه بالنهار، لكن الحياة الليلية في كوالالمبور قصة تانية، واللي هتلاقيها برضو منورة، خصوصا بقى في مدينة الأضواء آي سيتي، المدينة اللي جميع معالمها منورة. نور المكان ده هيبهر عينيك وانت راكب القطر اللي بيلف بيك كل المدينة علشان يفرجك على جمالها. وطبعا ما ينفعش تزور كوالالمبور من غير ما تشوف أشهر معالمها، البرجين التوأم، واللي بيربط بينهم جسر إزاز على ارتفاع 170 متر، وانت واقف عليه هتشوف قد إيه المدينة دي جميلة جدا وهي منورة بالليل. وتصدقوا بعد كل ده أماكن الزيارة في كوالالمبور لسه ما خلصتش، بس أنا هسيبكم تكتشفوا كل ده وأكتر لما تروحوا رحلتكم الجاية لماليزيا، واللي أكيد هتكون مبهجة ومختلفة وجديدة جدا، والجمال فيها ما بينتهيش.